هو اكيد بيبقى فيه تساؤلات. طب انا لو رحت الريتريت ده يعني هعمل ايه؟ يعني هقضي اليوم ازاي؟ طب هزهق ولا هعمل حاجه ولا ايه؟ لا الحقيقه احنا عاملين بروجرام مش هيخليكم تزهقوا خالص، هيخليكم تبقوا بالعكس، يا بسرعه عشان هنعمل كذا، بسرعه عشان وقت كذا، يلا علشان في حاجه احلى مستنيانا. زي ايه يا جماعه؟ من اهم الحاجات اللي مستنيانا موضوع اللكتشرز، اللي هي المحاضرات. محاضرات مش ممله، هتبقى محاضرات مش طويله ومش قصيره، بس هنعرف منها يعني توبكس او عناوين كتير قوي يمكن مش على بال حد. زي ايه مثلا؟ زي احنا ازاي نعيش اسعد، يعني هي نفس حياتنا عايشينها هي مع نفس الاشخاص، بس ازاي نبقى اسعد. دي محاضرة انا اللي هديها. في محاضرة عن الريفلكسولوجي. هل نعرف حاجة عن علم الريفلكسولوجي؟ ده علم قديم قدم الدهر، من اول الخليقة ولحد دلوقتي ماشي، وبيفيدنا جدا جدا، وبيشخص حاجات جوه جسمنا عجز الطب عنها، وبقولها بمنتهى الصراحة يعني. طيب الحاجة الثالثة، يعني ايه بوزيشننج؟ يعني ازاي ان احنا نظبط البوزيشن بتاعنا واحنا ماشيين، واحنا طالعين السلم، واحنا قاعدين، واحنا قاعدين على المكتب، واحنا قاعدين قدام التلفزيون، واحنا واقفين بنطبخ. دي حاجات مهمة جدا بتطول عمر الجسم، لان هو احنا عارفين ان تلات ارباع، لا والله اكتر من الستات بيشتكوا بظهرهم ورجليهم وركبهم ورقبتهم وكتافهم. طب ازاي نتفادى ده؟ ده علم البوزيشننج. طيب ايه كمان؟ دلوقتي احنا لو في حد، محدش فينا ما بيعديش بكرايسيس، ازمه في حياته، فقدان لحد عزيز عليه، مثلا العلاقه باظت، جوازه خلصت، خطوبه ما تمتش، آه اي حاجه من دي، سواء معانا او مع ولادنا او مع اللي حوالينا او مع حد يهمنا، نتصرف ازاي؟ في برضو محاضره لكده. حاجات كتير قوي قوي يمكن ما بتحضرنيش دلوقتي، بس اللي هيجي هياخد نولج حلوه قوي، حاجات معرفيه جميله جدا يمكن مش على باله. هنتكلم عن الجمال، عن البشره، هنعمل اللي عايز يعمل مساج، اللي عايز يعمل ميك اب، اللي عايز يتعلم حاجه جديده مش ما يعرفهاش. كل ده هيبقى موجود معانا في الريتريت. ما تنسوش يوم 25 ابريل، 26 ابريل، 27 ابريل.